السلام عليكم خوتي المغاربه، كنتمنى بانكم تكونوا بخير وعلى خير. عيدكم مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه. اول حاجه قبل ما نبداو الفيديو كنتمنى بانكم تضغطوا على زر لايك واشتراك فضلا وليس امرا. بالنسبه للفيديو ديال اليوم خوتي المغاربه غنهضروا على بعض الفرق او المنتخبات اللي تم سحب منهم القاب واعطائه للفريق الخصم، باش نوروا نظر ونوروا عقل المشاهد الكريم اللي كيتسحاب بانه المغرب هو اول منتخب غيفوز بلقب بهالطريقه هذه. لانه الناس كيتسحابوا بانه الفوز بالالقاب كيكون فقط داخل الميدان، ولكن ما فكروش بانه كره القدم قوانين قبل ان تكون لعب. هي قوانين، لانه القانون يجب ان يحترم. الا ما تحترمش القانون فما كايناش كره القدم. مثلا شديتي صفراء شديتي حمراء، يعني هادو هما القوانين ديال كره القدم. مثلا السنغال انسحبت من مباراة ضد المنتخب المغربي، فمباشرة بعد الانسحاب كتحسب خاسرة ب3-0، واللقب كيتهدى للمغرب، يعني بدون دغدغة العقول ويعني والعاطفة، ولا لا تستحق المغرب اللقب وهذه الأشياء. لأنه هذه كرة القدم، هذا قانون يجب أن يحترم. إلا ما تحترمش غتولي السيبة، غيولي الشغب، غتولي الفوضى في كرة القدم، وهذا الشيء اللي ما بغيناش حنا نوصلوا ليه. المهم اخوتي نبداو باشهر قضيه في كره القدم، هي قضيه تتويج انتر ميلان باللقب الدوري الايطالي موسم 2005 2006. رغم انه انهى الموسم في المركز الثالث في الدوري الايطالي، ولكن تم سحب اللقب من يوفنتوس وعطاوه الانتر ميلان بعد الفضائح التلاعب بالنتائج المعروفه بالكالتشو بولي. المهم اخوتي باش نفهموا اكثر خاصنا نعرفوا شنو كتعني الكالتشوبولي. الكالتشوبولي اخوتي هي فضيحه تلاعب النتائج اللي هزت كره القدم الايطاليه في عام 2006. تضمنت الفضيحه اخوتي شبكه من العلاقات بين مديري الانديه ولجان الحكام لتعيين حكام مفضلين لضمان نتائج معينه. أسفرت التحقيقات عن عقوبات تاريخية أبرزها تجريد يوفنتوس من لقبي الدوري عام 2005-2006 وتهبيطه إلى الدرجة الثانية. وخوتي وتم خصم نقاط من الأندية مثل ميلان يوفنتوس ولاتسيو. إيقاف مسؤولين رياضيين عن العمل لفترات طويلة أشهرهم لوتشيانو موجي. هاد الفضيحة خوتي ديال كالتشوبولي ما كانش كتضمن يعني الرشوة أو شيء من هذا القبيل، ولكن كانت بسبب أنه بعض الفرق مثل يوفنتوس ولاتسيو ولاتسيو كانوا كيقوموا بتعيين حكام مفضلين، يعني حكام اللي يقدروا يتحكموا بهم باش يديروا المباريات ديالهم بشكل سلس ويفوزوا بالمباريات. في الاخير اخوتي تمت معاقبه هذا الفراقي، واللي تضرر اكثر فيهم هو يوفنتوس، لانه حيدوا لهم لقب 2005 و2006 وهبطوهم للدرجه الثانيه. وفي ثاني انسحاب اخوتي اللي توج بها الهلال السوداني، واللي كتعرف بطل بدون مباراة. الهلال السوداني كيتوج بالدوري السوداني عام 2024 بعد ما انسحب الغريم ديالو المريخ ورفض بانه يلعب المباراة النهائية. والسبب اخوتي قال لك هو عدم وضوح الاتفاق بين الاتحاد والقناه الناقله. يعني المريخ بغى يعني المستحقات ديالو من المال، وشافوا بانه ما كاينش اتفاق بين الاتحاد والقنوات الناقله، فانسحبوا. وبعد الانسحاب تعتبر المريخ خاسر بنتيجه 2-0، وتم منح اللقب للهلال. ثالث انسحاب اخوتي في الدوري التونسي بعد ما انسحب النجم الساحلي امام النادي الافريقي احتجاجا على التحكيم. وبسبب هذا الانسحاب هذا الاتحاد التونسي خصم النقاط ديال النجم الساحلي، وتم إهداء اللقب إلى النادي الإفريقي. وكان الفارق بيناتهم هو 2 النقاط أخوتي. مباشرة بعد ما انسحبوا تم منح اللقب للنادي الإفريقي. وفي آخر قضية أخوتي في الدوري الجزائري، بعد ما تم منح لقب الدوري الجزائري عام 2019-2020 للشباب بالوزداد اللي كان متصدر الدوري ب3 نقاط فقط على الغريم ديالو، رغم أنه كانت باقا 8 ديال المباريات باش يكمل الدوري. هاد العجب اخوتي انا صراحه ما عمري شفتو. هادشي علاش كنشوف اخوتي كاينين جزائريين كيشجعوا في السنغال، كيقول لك اللقب اللي دا المغرب بسبب انسحاب السنغال ما كيستحقوش. ما ديوش ما تبقاوش ديو عليهم اخوتي، راه القوانين عندهم اخوتي وما عارفينهمش. القانون في كرة القدم ما كيعتمدوش عندهم في الجزائر. هذاك الشيء علاش ما فاهمينش الكرة كيفاش دايره. هما كيسحبوا من الكرة غير اللي ربحتي داخل المستطيل الاخضر صافي راك ربحتي. ما كيعرفوش ان الكرة راه عندها قوانين ديالها. القانون كيقول لك الا انسحبتي من شي مباراة
شي مباراه انسحبتي منها، مشيتي بغيتي تاكلي ولا تشربي ولا ما عرفتش بديري، صافي كتعتبر خاسر، كتخسر ب3-0. هذا كاين في قانون كرة القدم. اما هما ما عارفينش هذا القانون هذا، علاش غتضيع حتى معاهم الحجره؟ تبقى تقول لهم لا وتشرح ليهم دير، هما ما عارفينش القانون. شوفوا هما الدوري ديالهم وشنو دار، منح اللقب المتصدر، هو متصدر غير ب3 النقاط. ما شفنا حتى في الدوري الفرنسي اللي كتصدر باريس سان جيرمان ب 17 نقطه بعيده على الغريم ديالها. المهم اخوتي، هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم، وتحياتي لكم.